اليوم جايب لك نسر تطبيقات المشاهدة الرياضية وبكل الجودات المتوفرة للصورة، وباقات سعودية وقطرية معروفة، وأكيد الباقة السعودية الجديدة هم موجودة. تطبيق القوائم مالته بسيطة ومقسمة بطريقة سهلة جدا بحيث توصل بسرعة للحدث الرياضي اللي انت منتظره، والتحديثات مستمرة على هذا التطبيق بحيث ما تتوقف عندك القنوات. التطبيق بمحتوى ترفيهي أيضا ومحتوى من كل دولة عربية. اخوان خلونا نروح لواجهة التطبيق وأراويكم أقسامه. هذه هي واجهة التطبيق أصدقائي. مثل كل مرة راح نحجب جزء من الصورة على مود اليوتيوب ليسوي لنا مشكلة. أول ما ينفتح عندك التطبيق تظهر عندك هذه الواجهة، مجرد تنطي موافق راح تنفتح عندك الصورة لواجهة التطبيق. قوائم بسيطة جدا تقدر من خلالها تطب للبنفسجيات حسب الدقة اللي تريدها أنت، يعني حسب النت الموجود عندك. هنا عندنا البنفسجيات بالصورة الHD، هنا عندنا الSD، وهنا عندنا اللو، وهنا عندنا البنفسجيات اللي هي ب 8K. طبعا هي ما توصل لهاي الدقة، بس هو حاط لك اياها يقول لك حسب النت الموجود عندك. طبعا كل ما تضغط على اي قسم من ذني راح يفتح عندك البنفسجيات بكل الاقسام الموجودة، فانت تشوف الحدث الرياضي مالتك وين موجود على الاولى الثانية الثالثة الى اخره، وتقدر تطب وتشوف الحدث الرياضي بكل سهولة. قوائم سهلة جدا تقدر بكل سهولة تطب وتقدر تشوف اللي تريده. أصدقائي اللي جو منصات سعودية رياضية معروفة، الباقة الرياضية السعودية الجديدة هذه أيضا مجرد تدخل لها راح تنفتح عندك الأقسام مالتها الأولى والثانية والثالثة. أيضا شغلات أحداث رياضية عربية موجودة تقدر تطب لها. هنا عندنا الباقة القطرية باللون الماروني. أيضا عندنا شغلات ترفيهية معروفة تقدر من خلالها تطب وتتونس. أيضا عندنا وثائقية، عندنا أيضا منصة معروفة، عندنا شغلات أخبار، وعندنا أطفال، وعندنا قرآن. يعني تطبيق حلو سهل واقسامه سهله وبكل سهوله تقدر توصل للمكان اللي انت تدور عليه. اصدقائي نصبوا التطبيق وخذوا لكم فره باقسامه وكتبوا لنا رايكم بكل صراحه. هذا هو نسر تطبيقات المشاهده الرياضيه والترفيهيه. اصدقائي خلونا نروح التطبيق داونلودر وانطيكم الكود اللي من خلاله نحمل التطبيق. بس قبلها يا الحبيب لايكك مثل كل مرة واشتراكك بالقناة، هذين شغلتين اريدهن منك. وخلونا هسه نكمل الشرح. اصدقائي نتوجه التطبيق داونلودر الموجود عندنا بالشاشة بهذا الشكل، ونجي لهذا المستطيل الموجود هنا ونكتب الكود اللي راح اتركه لكم على الشاشة. أصدقائي نجي نكتب 81119316 ونجي الكلمة جول موجودة هنا أو السهم الموجود عندي بالكيبورد وأضغط عليه بالأوكي وانتظر لحظات الحين ما يحولني لصفحة التحميل. أصدقائي بعد ما تنفتح عندك هذه الصفحة أروح لهذا المستطيل الموجود باللون الأزرق وأجي أضغط عليه بالأوكي. الأصدقاء اللي يسألون على اسم التطبيق تقدر من توصل لهذه الخطوة تقدر تعرف اسم التطبيق، يعني بعد ما تدخل الكود اللي انطيتك إياه قبل شوية بداونلودر من تنفتح عندك هذه الصفحة فراح تلقى اسم التطبيق بهذا المستطيل الموجود باللون الأزرق. إذا كان عندك هذا التطبيق وما تريد تحمله فتقدر تتجاهل التحميل تهمل التحميل. أما إذا تريد تحمل هذه النسخة اللي انطيتك إياها فمجرد تضغط بالأوكي بهذا المستطيل اللي يكون باللون الأزرق. بعدها راح تنفتح عندك هذه الواجهة، اضغط continue to download، انتظر لحظات وراح يبدي التطبيق بالتحميل. حجم التطبيق هو 30.7 ميجا، يعني الحجم مالته مو كلش عالي. اصدقائي انتظر لحد ما يكتمل عندي التحميل واثبت التطبيق بصورة طبيعية بدون اي مشاكل وانطيه فتح. اصدقائي التطبيق بعد ما نثبته ما راح نلقاه ويا شريط التطبيقات، فلازم يكون عندك تطبيق سايد لود لانشر حتى تلقى ايقونة التطبيق. هذا التطبيق هو يظهر لك التطبيقات المخفية والغير مخفية الموجودة بشاشتك وشرحنا عليه مسبقا. بعد ما تفتح سايد لود لانشر وتفتح التطبيق تقدر تتونس بالتطبيق مثل ما شرحنا ببداية الفيديو. لهنا حبايب انتهى الفيديو مالتنا، اتمنى ينال اعجابكم. اذا عجبك الفيديو واستفاديت منه لا تنسانا بتعليق ايجابي. التقيكم بفيديو جديد، اخوكم عادل الربيعي من قناتكم تكنو دول. مع السلامة.